مشاهدي قناة الأماكن، أهلا بكم من جديد. يسرنا ضمن تغطيتنا لمهرجان خريف الدوادمي 31 أن نلتقي بإحدى الزائرات المهمات والتي تزور مهرجان خريف الدوادمي للمرة الأولى. رحبوا معي بالدكتورة منيرة العصيمي، رئيس مدير عام التمريض بوزارة الصحة. دكتورة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتورة، بودنا أن تقولي لنا رأيك في ما شاهدتيه في مهرجان خريف الدوادمي هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أهني محافظة الدوادمي على هذا المجهود وهذا العطاء وتواجدهم في محافل كهذا المحفل اليوم، كما أهني من قام بهذا العمل الذي يشكرون عليه من جميع، سواء كانوا قائمين على المقر بنفسه أو المشاركين فيه. لمست روح محبة العمل الفريق الجماعي في المجموعة، تميز الأعمال الموجودة من توعية صحية، من مجال تراثي، من مشاركات في المجال الفني. الذي لفت نظري أكثر هو تواجد الجمهور وتواجد السيدات سواء كان رجال أو نساء في يوم، مع أنه اليوم هو يوم سبت، لكن ما شاء الله في مجموعة كبيرة كانوا حاضرين اليوم. فهذا يدل على شيء، فإنما يدل على وعي أهل المنطقة في ارتياد الأماكن التي تعود بالذكريات الجميلة لوطنهم. دكتورة، لعلمك يقام هناك فعالية نسائية خاصة بالنساء، هل حضرتيها وما رأيك فيها؟ أنا اليوم أول يوم لي في الدوادمي، لم أحضرها، لكن أتمنى إن شاء الله أني أحضرها وأشكر القائمين عليها مسبقا. دكتورة، ما رأيك في معرض مستشفى الدوادمي العام الذي يقام في قصر الملك عبد العزيز ضمن فعاليات مهرجان خريف الدوادمي 31؟ أول شيء أود أن أشكرهم، وتواجدهم هذا إن دل على شيء فإنما يدل على انتمائهم للوطن بتقديم المساعدة والتوعية والتثقيف الصحي لمنسوبين منسوبي هذه المحافظة. وجود المستشفى والدوادمي معهم اليوم هو يدل على المشاركة الجماعية والعمل الجماعي، الحمد لله ولله الحمد. التواجد كان متميز، برزت فيه وسائل التثقيف الصحي والتوعية الصحية، فيشكروا عليها، ونتمنى لهم مزيد إن شاء الله بإذن تعالى. دكتورة، كلمة أخيرة توجهها لمنظمي فعاليات مهرجان خريف الدوادمي 31 وأيضا أهل الدوادمي. أهنئهم أول شيء، وأسأل الله سبحانه لهم التوفيق مرات ومرات، وكم أتمنى أن تنتقل هذه الصور الجميلة التراثية إلى جميع مناطق المملكة، وأن يكون هناك تنسيق في وجود مجموعات سياحية للمنطقة حتى يستفاد من هذا الكم والزخم من التراث في هذه المنطقة. نشكر لك حضورك مع الدكتورة منيرة العصيمي، مدير عام التمريض بوزارة الصحة. شكرا. العفو.